سلام، اليوم باش نعملوا قاعدة نهار الأحد شوية حبيت نعمل كعيبات يويو. باش نبارطاجي معاكم الوصفة ساهلة، لهنا كيّلت بيوغurtة فارغة 4 يوغurتات سكر، 4 يوغurتات هكاكا فارغة كيما تشوفوا ماء، وعصرة قارص، نُص كعبة قارص عصرتها، وباش نخلطو مليح، مليح ونخليه على الغاز يغلي نار متوسطة، وكي يغلي كي يبدا يغلي نخليه حكاية نصيّف ساعة على النار هاذيك لين يطيب باش ما يسكرليش. للعجينة متاع اليويو عظمتين باش نعمل عليهم ساشي فاني وكاس سكر كيف كيّلت بيوغurtة فارغة، هنا عندي يوغurtة فارغة كيّلت بها كاس سكر ونركضهم مليح هكاكا بالفواء ولا بفرشيطة كيما تحبوا، المهم ندخلوا السكر مليح باش يذوب في العظم. هاكا لهنا ركضتهم بالكدا باش نزيد عليهم اليوغurtة كان باش تعملوا يوغurtة فاني نقصوا شوية من السكر، دوكو أني عملت يوغurtة لهنا parfumé فاني، دوكو عملت أقل من يوغurtة سكر بكريا، أما كان باش تعملوا يوغurtة ناتور خليو يوغurtة سكر، يعني عطيتكم الحكاية تاع الروسيت عطيتكم يوغurtة سكر على يوغurtة فاني على يوغurtة ناتور من غير سكر، دوكو أني عملت يوغurtة فاني لهنا ونركضهم مليح، مليح كيما تشوفوا. ومن بعد باش نزيد عليهم نص يوغurtة زيت زيتونة وتبدا تصب في الزيت وتخلّط en même temps وباش نفوحوه بالعطرشية زادا، العطرشية هي لو جيرانيوم لهنا في فرنسا، أني الحقيقة نجيب فيها من تونس ما لقيتش ريحتها في فرنسا قد ما درت وكل ما جاتش قدامي حاصيلو، زدت عليهم نص يوغurtة عطرشية، راهو تنجمو ترومبلاسيو العطرشية لو جيرانيوم باغ لو د روز ماء ورد. حصيلو العطرشية تفوّحها بالكدا بالكدا هاكا باش نصُب العطرشية على الخليط هاذاك كيف العادة، نصُب ونخلّط en même temps وتوا باش نلم الباط متاعي بالفرينة، كيّلت 6 يوغurتات فارغين فرينة، ومن بعد باش نزيد، معناها تو باش نلم بالفرينة هاذيك 6 يوغurتات فرينة باش نلم بهم العجينة بسباتول ولا بمغرفة باللي عندكم، المهم ما لازمهاش تتعجن. لازمكم تخلطوا هكاكا بسباتول ولا بمغرفة، وحتى من بعد كي باش نلمو ملازمهاش تتعجن، باش نزيد نفة ملح باهي الملح أردنية relever الgoût معناها في الحلو، وتلم هكاكا العجينة بسباتول لين تشرب الفرينة، ونشوفوا من بعد كان تستحق مازالت تستحق فرينة باش نزيدوها. حاصل أني لهني العجينة مازالت ليكيد الحقيقة مازالت تستحق برشا فرينة برشا أني زدتها حكاية يوغurtة ونص، الفرينة متاعي شربت بالكدا زدتها حكاية يوغurtة ونص فرينة، وباش نزيد عليها خميرة الجاتو ونلمها بصوابعي ما نعجنهاش attention ما تعجنوهاش بالحق هاتوا تشوفوني في الفيديو نبدأ نلم فيها بصوابعي باش تبدأ تتلصق برشا وكل سي با غاف مش مشكلة طولوا بالكم معناها هي توت فاصون ما تستحقش باش تكون بات ليس ولا حاجة معناها أبين باش تلموها بالصوابع هكاكا وحتى بكفك ما تلمهاش معناها جوست بالصوابع هكاكا. راني نقعد نطوّل بالي خاطر العجينة لصقت لي برشا في إيدي، نحاول نطوّل بالي ومن بعد باش نحطها على البلان طرافاي ونحاول نلمها لمان، من غير عجنان باش نلمها لمان بصوابعي هكاكا بيدي، ومن بعد باش نبدا نخدم بها tout de suite ما تستحقش باش ترتاح بالكل، هاكم كيما شفتوا زدت نص يوغurtة أخرى، بكري زدت يوغurtة ولهنا زدتها نص يوغurtة خاطر مازالت طرية برشا. شُفتوا أبين لميتها العجينة، لا عجنتها لا العجينة ما كانتش رطبة، معناها ما كانتش منظرها كليس وكل، هذي المقام متاعها كيف إنه باش يكون باش تقعد كولونت شوية ما يسالش ماهيش مشكلة، باش ندهن تابي سيليكون متاعي هذاك نخدم ديما عليه، باش ندهن البلاتو اللي باش نحط عليه كعبة اليويو بشوية زيت زيتونة ولا زيت tournesol كيما تحبوا نستعمل زيت زيتونة، وحتى التابية اللي نخدم عليها سيليكون راني باش ندهنها بشوية زيت زيتونة على خاطر كيما قلت لكم الباتة طرية برشا تلصق باش ما تعبنيش هاونا باش نزيد نسهل على روحي ندهنها نكيتة مش برشا فريمون نكيتة وندهنها بالكدا ما شاء الله ديجا البات مازالت هكا مازالت عجينة وتحسوها هشوشة كا وعدة تو باش نبدا نحل العجينة متاعي على التابي باش نحلها مش رهيفة برشا كما تعرفوا اليويو معناها ما يجيش رهيف ما يجيش جويد
تو تشوفوا l'épaisseur معناها قد شنوا، وما شاء الله البات تطوعني في الحلان وما لصقتليش كيما قلت لكم ديجا تابي سيليكون ما تلصقش، أما زدت عملت لها شوية زيت معناها ماهيش قاعدة تلصق لي بالكل. حاصل وهذيك البات شوفوا كيفاش حليتها ما تجيش خشينة وما تجيش جويدة، خاطر كان باش تعملوها الخشينة البات فيها خميرة ديجا معناها باش تزيد تنفخ برشا. تحلوها حكاية أقل من سنتي، نص سنتي هاي، تقولوا حكاية نص سنتي. آه، كيما في الفيديو هاني باش نوريكم ريتو البات كيف اني هكاكا باش نخليها حصيلو، وباش نبدا نعمل بالقالب متاعي. القالب تاع اليويو ما لقيتش ريحته حصيلو، شريت قالب وما لقيتوش. باش نحل عندي القوالب تاع السابلي وعندي الدوي. ريتو عملت بالدوي من الدورة الكبيرة ما عجبتنيش، عملت من الدورة الصغيرة وباش نحطهم على البلاتو باش نكمل نحل العجينة اللي قعدت لي. لميتها لمين كالعادة ونعاود نحلها وباش نعاود نفاسوني نعمل الفورمة متاع اليويو. entre temps باش نحط الزيت يسخن على نار متوسطة، نحط بزيت زيت ولهنا اليويو ريتو هذيك الكعبة الأولى الوسط جاني كبير برشا ما ظهرتش من بعد كي تقلات، ومن بعد الآخرين كي عملت لهم الدورة اللي في الوسط جويدة نزيد نحلهم شوية كي نبدا باش نحطهم يتقلاو. وما شاء الله اليويو معناها فناش لي كبر ما هو فيه الخميرة خشين معناها من بعد. يكون ننصحكم يعني ديجا المرة الجاية باش نعملو بالمول اللي قصيت بيه معناها الفورمة هذيك باش نعمل أصغر. الحقيقة ديما نحب الحلو كل حاجة صغيرة أفين وهكا حتى في الماكلة باش نضيف بيه ولا حاجة أحلى في العين أحلى. هاكا ديما تخليو النار متوسطة وتقليوهم من جهتين. كي تحسوا يعني في النص القلية حصيلو حسيت الزيت نقص وكأنه بدأ باش يتحرق، زدت عليه شوية زيت أخرى وقعدت نكمل نقلي به ما قلقنيش معناها في الآخر. حاصيلو هانكم تقليوه من جهتين وتحطوه يستقطروا في كاسكاس ولا في باسوار ولا حاجة، ومن بعد باش نشحروهم. الشحور متاعي برد، لو طون اللي كملت قليت برد دوكو. بديت نشحر كيما تشوفوا من جهتين وتحطهم ترجعهم في كاسكاس يستقطروا. نسيت ما وريتكمش المقام التكستور من بعد ما طاب الشحور. ما هوش خاثر برشا اللي با ترو ايبي وما هوش ليكيد زادا راهو معناها كي تهزو هكا بالمغرفة تحسو تحس فيه شوية خضورية أما مشكل خاطر برشا كلا يشد معناها كيما شحور بقلاوة ولا حاجة لا يكون أخف. نكمل نشحر الكعبة اليويو باش نعمل كويس تاي. حطيت التاي يغلي وباش نحضر القعيدة عشوية نهار لحد ما لهكن كويس تاي وكعبة يويو ولا حويجة حلوة هكا. حصيلو عندي النعناع متاع البلاد كالعادة شايح عملته لي سلفتي بارك الله فيها ويرحم والديها التغكونيتخا في الفيديو ان شاء الله. وبالحق نعناع البلاد وحده فاوحة ما شاء الله. وباش نحط هكا شوية فيكيا من اللي عندي وهنا كعيبة اليويو ونرش عليهم شوية جلجلين. وإن شاء الله هالفيديو يكون عجبكم ورسات نستنى تجربوها وتبعثوا لي لي روتور وتقولوا لي عجبتكم إن شاء الله ولا. ونقول لكم à très bientôt إن شاء الله في روسات جديدة.